ايش ده؟ او ماي جاد، شو سويت في عمري؟ هاي جايز اللي ما يعرفني انا هودي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم مثل ما شفتوا من العنوان راح نجرب اكثر وصفات ترند على تيك توك، بما انه جاي اكيد الفور يو بيج تبع اي انسان صايم متاكده 1000% مليان الفور يو بيج بتاعتكم بالاكل، انا متاكده. راح نقيمه مع بعض الوصفه، وراح اقول لكم كم صرفت على الوصفه، وراح اقول لكم كمان اذا فيكم تجربوها او لا. للاسف كتير من الوصفات اللي نشوفها على التيك توك ما بتكون ظابطه وما بتكون لذيذه مثل ما هما بيقولوا. فسألت حالي هل لذيذه بالحق اي ولا لا؟ So let's go to the kitchen. أول وصفة سويتها كانت الكوكيز. حبيت أعمل هالكوكيز لأنه كتير شفت فيديوهات بيسوون الكوكيز، يعني هو ترند، أمريكان ترند هو، وحبيت أجربهم لأنهم الناس بيقولون إنه هو الكوكيز حاليا يتحضر في 10 دقايق، وحسيت إنه كان في شي مو ظابط. انكسر. أنا آسفة لأنه أنا ظلمت الإنسانة اللي سوت الفيديو، قلت هذه نصب علينا لأنه مو صح اللي هي بتقوله، بس بعد ذكرت إنه نسيت اللي نسيته كان البيض. So basically أنا زدت زبدة بزيادة وكمان زدت البيضة، لأنه كنت خايفة إن الوصفة ما تجي كما في الفيديو. هيك ولا هيك الوصفة معناها ما عندهاش علاقة بالتصوير متاع الفيديو صراحة. ما بعرف ليش الشوكولاتة تبعتي كلها يعني سالت، ولا عندي كوكيز معمول بالشوكولاتة ومش كوكيز بحبة الشوكولاتة. زدت بزيادة الزبدة، كنت خايفة إنه معناها الطقم راح يطلع نفس المطعم اللي هما بيحكيوا عليه. حطيته على 10 دقائق بس العجينة كانت لساتها مو يعني صامدة. حاولت إنه أطيبه من اللوطة في النار، من اللوطة من الأول ومن بعد الفوق. الحقيقة مو الديتايل الكل بيقولوه لكم في الفيديو، بس انتم لازمكم يعني تحاولوا تستنتجوا معكم. عملت أحلى كوكيز والله يشهيوا على الآخر. وكمان يا جماعة كمان لازمكم ما تاكلوهم وهم سخنين، بس تاكلوهم وهم باردين لأنه يوليوا كرانشي، وكمان ما يكونوا لذيذين في اليدين. نجربوهم سوا. بسم الله. صراحة لذيذين جدا. الوصفة بعتها 8 من 10، انه مرة حلو. هاي الوصفة صرفت عليها تقريب 5 يورو ما بين المكونات، ما بين الزبدة والشوكولاتة والخميرة والفرينة. انه صوم صح. الوصفة الثانية اللي بعده يقوي صالح العظام. الوصفة الثانية من كرواسون تشريها يعني برات البيت مع العجينة تبع الكوكي. شوفوا الحالة، يعني هو الكوكيز في العادة تحب له ما بين 10 و20 دقيقة باش ينضج، بس أنا لما حطيت الكرواسون تحرقت. ما بعرف كان 100% ضابطة تقولوا على التيك توك، بس راح نجرب المذاق تبع الكوكيز مع الكرواسون. بسم الله. مش كنت قادرة أفهم إذا هو طايب ولا لا من الداخل، لأنه على فكرة هو صح إنه الكوكيز في العادة من 10 دقائق ل 20 دقيقة بيطيبوا، بس أنا حطيته أقل لأنه تحرقت لي الكرواسون. بظن إنه الكوكيز مو طايب 100%. مطعم صراحة قلقني شوي. هذه الوصفة بعتها 5 من 10.
اوكي، للوصفة دي صرفت تقريبا ما بين الكرواسون اللي تسوى 1 اورو، ما بين العجينة 2 يورو و50. ما بعرف اذا بنصحكم انه تسووها لانه كومبينيشن كتير، يعني بحب انه فيها كده القرمشة، بس كمان ما بعرف اذا من الداخل هو يعني نجان. هاد ديتس صراحة عملت هاد ديتس، وبدون انه انتم بتعرفوهم ننصحكم انه ما تحطوا ولا شيء في داخل الديتس، لانهم بطبيعة الحال الديتس يعني التمر هو حلو، واذا تحطوا له شيء من الداخل حلو الحشوة تبدأ حلوة. ما بنصحكم، اذا ممكن تحطوا جوست يعني مثال فواكه جافة اي اوكي اتس فاين، بس انا ما حطيت ولا شيء، وراح نجرب سوا شوكولاتة فوندينتي ونقول لكم عجبني 7/10. صراحة أنصحكم إنه تختاروا شوكولاتة فوندينتي اللي يكون فيه 100% كاكاو أو 90% كاكاو، يعني يكون إكسترا فوندينتي، لأنه إذا هو 70% أو فوندينتي بس راح يكون كتير حلو، فالمطعم حلو بزيادة. التمر بطبيعة الحال هو فيه سكر. يعني صرفت على إنه نسوي طبق كامل، لأنه شفتوا أنا بس فرجيتكم هاد، بس أنا عملت طبق كامل لرمضان. صرفت تقريبا 53 يورو الباكو تبع التمر، يورو 50 على الشوكولاتة فوندينتي، في الكل تقريبا 4 يورو 50 اللي بعده. أنا مش عارفة شو سويت في عمري دون السنين الكل من دون ما أجرب الحمص. مرة جربت الحمص حياتي هو العام هاد، وكان لما مشيت للسعودية. على فكرة إذا في حدا بالسعودية أحبكم هوا، أحبكم كتير السعودية، وأتمنى أرجع للسعودية. أنا كنت واثقانة إنه هو لذيذ الحمص. حابي الأجنبيين اللي هما مش أصلا عرب كانوا يقولوا لي لازمك تجربي الحمص، إنه هو كتير لذيذ، هو كتير بنين، والكل كنت أقول لهم أصله، بس كنت غالطة لأنه عجبني. أنا في العادة ما باكل الحمص، والله أنا ما باكله، ما بيعجبني أصل، بس هيك بالطريقة هذه اللي شفتها في التيك توك واو غير عادية. سويت الحمص بالطريقة اللي من غير جرجلان، فيلا نجربه مع بعض ونقيمه قديش هو لذيذ. بسم الله. ظن انه راح اسويه دايما. الحمص مش عادي اصلا، مطعم 1000 من 10، 1000 مليار. شفت كمان في الفيديوهات انه في الشرق الاوسط بيحطوا كمان خضروات هيك، بس انا ما بعرف، فاذا في اشياء فيكم تنصحوني بحطها يعني ككونتور قولولي في التعليقات، لانه عجبتني كتير حبيت الحمص. كم صرفت على هالحمص؟ صراحة ما بعرف، لانه الحمص اشتريته امي، ممكن هي طبق يتكلف تقريبا 5 يورو او ممكن اكثر، صراحة ما عندي حتى فكرة، بس هي بظن انه هي وصفة بالحق مرة صحية وفيها كتير بروتين، راح اسويها دايما. نطلب اخر طبق، الموس. هو مثل الجيلاتو، اللي ما يعرف شو هو الجيلاتو هو يعني ايس كريم. صراحة عذبني. هذه أكثر وصفة حسيتها إنه يعني أسهل واحدة، بس هي كانت أصعب واحدة وعذبتني، لأنه في الوصفة يقولوا إن فينا نستعمل المية تبع الحمص، فأنا حاولت كتير مرات إنه أركضه باش يولي بانا. والله ورا هاد خربت نشوف أمي راح تصرخ علي كتير. أو ماي جاد، ما بعرف، حاسة إنه في شي مو ظابط هون، بس ما حب يولي بنا. ممكن فما شي أنا غلطته لما يعني خلطته كيكة بالطريقة ذيكي، عذبني، فاضطريت إنه نبدل الوصفة هالمرة دي. ما بعرف إذا هما كذبين أو أنا غلطت شي، ما بعرف، بس أكثر من إنسان ينصح بهاي الوصفة، I think بالك أنا غلطت في شي.
يلا نجرب هالوصفة ويلا نقيم هالوصفة. شوفوا هذه هي الموز. اوكي بسم الله. ايش ده؟ ايش ده؟ بحاول اقطعهم، انا بحاول اقطعهم بس مش فاهمة. شربت اكثر وصفة حمستني لانه حبيت انه اجرب الموز، بس تقييمها اسوأ تقييمها صراحة 3 بيضات. 3 بيضات، البيضة 50 سنت، 50 ونورو، 50 مع شوكولاتة ونورو. ففي الكل صرفت على هاي الكأس يعني 2 يورو. so it's cheap، فيكم تسربها يعني، هو يعني مو مكلفة، بس ما عجبتني. انا صراحة ما عجبتني. كمان ممكن انا غلطت شي، بس الكريمة يعني هاي القشدة صارت هيك يعني ليكيد، مو موس. مش عارفة ليش. نو اوكي حبايبي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. فيديو جديد ان شاء الله، ان شاء الله يكون عجبكم هالنوع من المحتوى. اذا عجبكم راح نسوي part 2. قولوا لي في التعليقات شو رايكم، تسووا اشتراك وما تنسوا تعملوا لايك. إذا نوصل 100,000 من عام 100,000 راح أسوي تبرع بكل أموالي تبع اليوتيوب الجمعية خيرية إن شاء الله. ما بعرف يسدني لأي جمعية خيرية راح أتبرع، بس قولوا لي في التعليقات إذا عندكم اقتراحات وإن شاء الله راح أقراهم كلهم. أنا كتير بحب لما تخلوا لي تعليقات، فبليز ما تنسوا تعملوا تعليق وما تقولوا لي شو رأيكم في الفيديو إذا جربتوهم هاي الوصفات، وإذا بدكم تجربوهم بعد ما شفتوا هاي الفيديو تبعتي. اوكي نحبكم كتير.